أنت وزير مكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي، تشخيصك للأشياء واضح وتقول أنه منظومة العدالة اليوم جهاز ينخر الفساد، ويقول أنه فما إرادة سياسية لفتح ملف الفساد في القضاء. من عنده القدرة توا والمفتاح في يده نجم نقولوا ومتى؟ في كلمتين سي عبد الغسيل. في كلمتين. Ils sont pas nombreux les avocats, ils sont 25. Mais ils sont 25 très turbulents et très soutenus. Et vous avez une chanson qui a été chantée à l'époque qui disait « Jadis, pour affermir la foi, les pères en concile, du Saint-Esprit suivaient la loi, consultaient l'Évangile. Ce n'est plus la bonne façon, l'Esprit Saint doit prendre le ton des avocats, des avocats, des avocats de France. » Quand d'un fatal schisme autrefois l'Église menacée par le concours de 300 voix combattait à Nicée, pour poser tous ces débats, ne fit-on juger le cas aux avocats de France? Grands avocats et les docteurs de l'Église nouvelle, des conciles vrais directeurs, ranimez votre zèle. En paradis, n'en doutez pas, Saint-Pierre vous tendra les bras, grands avocats de France. Ça veut dire que le public savait pertinemment que ces gens se mêlaient de ce qui ne les regardait pas. J'aime dire vous l'aime, même si c'est un blasphème. Je me dis, je t'aimerai toujours, même si ça ne dure qu'un jour. قلت لازم نحطوا الأصبع على الداء و يعني باش ننهض بهذا القطاع الحيوي والقطاع الحساس والقطاع اللي معناها تعتمد عليه الدول المتقدمة والديمقراطيات باش تبني يعني دولتها. رئيس الجمهورية لازم يصارح الشعب بالحقيقة. في آخر قمة إفريقية تم اتخاذ القرار عدد 458 اللي الاتحاد الافريقي يقول بموجبه انه يرحب بمقترح رئيسنا المؤقت الموقر اللي هو مقترح نتاع تكوين محكمه دستوريه دوليه. يرحب، ما قالش يتبنى. رئيسنا في تونس قال يتبنى، وثم فرق بين يرحب وبين يتبنى. الاخطر من هذا في الفقره الرابعه من هذا القرار عدد 458 يقول الاتحاد الافريقي يطلب من لجنه القانون الدولي التابعه للاتحاد الافريقي باش تدرس هالمقترح اللي جاي من تونس. هما في اديس ابابا استغربوا الموضوع، قالوا بربي يدرسوه، وفي شهر جان في 2014 اعطيونا رايكم. يخرج المستشار القانوني لرئيس الجمهوريه ويكذب على الراي العام، يقول الاتحاد الافريقي تبنى هذا القرار ورانا باش نقدموا مشروع تونس باسم الاتحاد الافريقي للجمعيه العامه المتحده في سبتمبر 2013. هذه مغالطه للراي العام وباش تعمل لنا عركه كبيره مع الاتحاد الافريقي. احنا يا رسول الله كل ما يعمل لنا غلطه الرئيس المؤقت نحاولوا نصلحوها مع اصدقائنا في الجزائر ولا غيره. واليوم عندنا مشكله كبيره فيها التلاعب، لانه الشفافيه تعني ايضا شهير. فما شخصين يعرفوا اللي يلزمهم شويه يردوا بالهم الحكايه هذوما. انت بصفتك صحفي ومن انبل المهن من الناحيه هذه من الثقافه ومن الحريه والحقيقه، وانا زاد محامي. Il n'y a pas moyen, ils font de l'obstruction. اعتقادي سيتوصل المحامون بفضل حنكتهم وبفضل يعني شعورهم بالمسؤولية، خاصة بعد الدور الكبير اللي لعبوه يعني قبل الثورة وبعد الثورة، وما زالوا يلعبوا فيه إلى حد هذه الساعة. What Venice Commission services are available to governments? Basically, we give a democratic rubber stamp on the constitutions or other fundamental laws, of course, if they are worth it. We analyze these pieces of legislation against international standards and give our opinions on them. We also give legal solutions to political problems, let's say. What are the key factors which explain why governments use the services provided by the Venice Commission? I would say that the fact that the Venice Commission is impartial and non-political. It's an impartial and non-political institution. We base our opinions on internationally recognized legal instruments. We are objective in our conclusions and recommendations.
We also try to put the laws into their historical and political context. We do not impose our solutions. We engage in a constructive and free dialogue with national authorities. اتخاذ كل التدابير لحماية الشخصيات الوطنية وبالخصوص منهم من لهم أكثر بروز في الساحة السياسية والإعلامية. عرفتوا مصطفى؟ شو مصطفى؟ بالتحقيقات للكشف على هؤلاء المجرمين الذين يكرهون تونس. يقولوا اللي البكوش ما تفهم لغته إلا أمه. امتناع رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عن نشر المعلومة للرأي العام كانت السبب اللي خلى مجموعة من الجمعيات والمواطنين يقدموا قضية في المحكمة الإدارية بهدف رفع الحظر عن المعلومات. قدمت البارح مجموعة من الجمعيات والمواطنين شكوى لدى المحكمة الإدارية ضد المجلس الوطني التأسيسي على خلفية رفض مصطفى بن جعفر نشر المعلومات المتعلقة بنتائج التصويت وحضور أو غياب النواب في الجلسات العامة وأعمال اللجان. وخلال ندوة صحفية انعقدت للغرض تم التأكيد على أنه النفاذ للمعلومة يمكن من تحقيق الديمقراطية بطريقة راقية. بما أنه فما مرسوم رقم 41 اللي هو يعطي الحق للنفاذ للمعلومة لكل مواطن تونسي، وهذا يعني المرسوم هو حسب رأينا نحن ممكن أكثر قانون ثوري صار من بعد الثورة. أنا نفسي أبص عليها دي بصتها لذيذة. أولا نعلن يوم غد يوم حداد بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي تنظيم جلسة خاصة لتناول مسألة العنف السياسي وما له من تبعات على استقرار البلاد وعلى بناء ديمقراطيتنا الفتية. جلسة صباحية وأخرى مسائية لمساءلة وزيري الداخلية والعدل بالتأسيسي خصوصا بعد الأحداث الأخيرة. مجمل الأسئلة كانت تصب في عدد من المواضيع اللي أسالت الحبر الكثير مؤخرا، أهمها الوثيقة المسربة واللي تضمنت التخطيط الاغتيال الإبراهيمي. كذلك دعوة للسلطات حتى تسرع أولا بالتحقيقات للكشف على هؤلاء المجرمين الذين يكرهون تونس. مع العلم أنه مصطفى بن جعفر كان غايب اليوم في جلسة المساءلة هذه. جلسة المساءلة اليوم ما اقتصرتش على وزارتي العدل والداخلية، لأنه كانت للنواب مداخلات تحدثوا فيها على مواقفهم من بعض الأحداث، وعلى رأسها تعليق مصطفى بن جعفر لنشاط المجلس. الثورة التونسية جاءت لاجتثاث الفساد وقطع دابره، لكن تخوفات وحيرة الشارع التونسي من عملية ملاحقة رموز الفساد لم يتم البت فيها وملاحقتها بالسرعة اللازمة، خاصة أنها تركت فترة كافية لطمس وإتلاف كافة الوثائق التي تدين رموز الفساد. بكر المديوني مساعد في الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بخصوص طمس مسؤولية معناها معالم الجرائم التي تكبر رموز الفساد. نحب ان نبين لك اللي كونه الطمس ما ينجمش يتم في اطار معناها تتبعات بدات منذ اندلاعها بخصوص جميع ان لم نقل اغلب رموز الفساد من وزراء من
مديرين عامين ورؤساء مديرين عامين من شخصيات سياسية معروفة. معناها التتبعات كانت على قدم وساق من الناحية القضائية الحديثة. كان منذ اندلاع الثورة من 14 جونفي، من 15 جونفي القضاء العدلي انطلق في البحث، بداية من إيقاف من تم إيقاف في مطار تونس 13 وفي مطار عوينة، انطلاقا من الشكايات اللي تم معناها تقديمها من طرف لجان التقصي أو من السادة المحامين لفائدة النيابة العمومية، واللي تم فتح بحث تحقيقي في شأنها منذ الأيام الأولى للثورة. العاقل ما ينجمش يتفاهم مع مهبول، أما كيف يجيب له واحد كيفه إيه، شوف كيفاش يبداو متفاهمين. قال لك هاك العام هرب مهبول متكية، ما هم كانوا يحطوا فيها هاك المهبلة الهايفين اللي يبداو يتصايحوا ويقطعوا ويريشوا ويضربوا ويقتلوا، ويبداو عاملين عليهم عسة صحيحة، واللي مكتف واللي في سلسلة واللي مدقوق في الحيط. انهار واحد منهم غافل العساسة وفلت، وصل حتى للباب، حل الباب، خرج تسيب في الشارع بتاعه يجري. يتعلق بموضوع المحروقات بعض الإخوان، أنا ما عندي حتى دليل ولا حجة موجودة اللي ثم سرقات، ما ثماش حتى الآن، ما عندناش. معناها ثم كلام برشا، وثم إعلام ساعات لا مسؤول، وثم ناس ما تعرفش تتكلم، وثم ناس قاعدة معناها لا فاهمة فاش تتحدث ولا فاهمة علاش تتحدث. مش أنا، في بعض وسائل الإعلام اللي قال أحد الإخوة قال ساعات هي تصل لنا المصيبة معنا، حيث ما عندناش. عندنا وزارات، عندنا مسؤولين يتبعوا يثبتوا، نهار اللي نلقوا حاجة تتحال، أما تو ما عندنا حد شيء. أنا نفسي أبص 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 عليها، دي بصتها لذيذة. وهذه الملفات التي كانت ستورط النائبين السارقين هي تدمر وتحرق على مرأى ومسمع. تتبعنا طريقة إعدامها خفية، صناديق الملغمة بالوثائق التي تخص الصفقات المليارية من إحدى الوزارات لتذهب رأسا إلى معامل طحن الورق، وتحمل معها سر المظالم والسرقات والنهب والخطف والسطو والترهيب وسرقة أموال اليتامى والأرامل وأرزاق الضعفاء. وكل ما تسمعوا متاع أنه تم سرقات للبترول والغاز، بالنسبة لي أنا صفر إثبات، صفر وجود، حتى لين نهار من نهارات نلقاو حاجة. واللي عندنا ما همش ناس خصيصين، احنا ناس خبراء، واحد معدي عمره في البترول والآخر معدي عمره معناها في البحث وكذا، ومحامين ورجال قانون وكذا. معنا السي هيكل بن محفوظ، مستشار رئيسي لدى مركز جنيف لمراقبة الديمقراطية، للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. سي هيكل مرحبا بك. يعني المركز باش يكون همزة وصل بين الإعلاميين وسائل الإعلام في تونس ووزارة الداخلية أو كل ما يدخل في المنظومة الأمنية بصفة عامة. مركز خبرة يهدف إلى تقديم المساعدة والخبرة. راهو ثم قضاة عندهم دي سيكونس فيديو معلنين ولائهم لزين العابدين بن علي، التوانسه كل يتفرجوا فيهم، نلقاهم يترقاو في حركه، فهمتني؟ ثم قضاة فهمتني اتحاكموا من اجل جرائم مخله بالشرف في الخارج، وانا نجم نرجعك للتفقديه العامه اللي ما عندهاش ملفات موجود، فهمتني كيفاش اتحاكموا من اجل جريمه مخله بالشرف يترقى في الحركه في الخارج، هذه في الخارج مش في تونس، على الاقل فيما بيننا نجم نسكتوا عليها. مدام روضه خلي سي رياض يكمل باش نعدي لك الكلمه. وتعدى على مجلس التأديب وكتبت عليه جرايد التونسيه تلقاوه يترقى، وانا نجم نرجعك للتفقديه العامه اللي ما عندهاش ملفات. فتح ملف الفساد مش بالاشهار والصحافه والتشهير، وانا في اعتقادي العمل اللي يكون ناجح هو العمل اللي يتم في كنف احترام مبدأ المواجهة واحترام الذات البشرية، لأن نقولوها صراحة هذو الناس كانوا ضحية سيستم، يعني هو اللي جرهم لهالشيء هذا. معنى ماذا؟ بمعنى أنا أصنع وعي البشر فيتصرفوا هم كما أريد أنا، دون أن يعرفوا أنني أنا الذي أدفعهم إلى ذلك.